أهلا بيكم في المحاضرة العاشرة من كورس إعلانات ميتا للتسويق العقاري من ستيت إديوكيشن. النهاردة بقى داخلين على أكتر جزء بيوقف أي حد بيعمل حملات عقارية اللي هو الجمهور. أول ما تفتح الجزء ده هتلاقي الأسئلة نزلت عليك مرة واحدة. يا عمرو أختار سن كام؟ يا عمرو أختار رجالة ولا ستات؟ يا عمرو أحط عقارات ولا استثمار؟ وغالبا لو أنت بتعمل كامبين وقاعد في الاجتماع في الشركة هتلاقي حد كده جميل طلع قال لك يا جماعة المشروع سعره غالي، استهدفوا الناس الأغنيا وخلاص. ترد أنت بقى عليه وتقول له طيب حلو، الناس الأغنيا دي بقى زرارهم فين يا فندم معلش؟ إحنا في المحاضرة التاسعة بدأنا نبني الأدسет، حددنا بقى العميل مع بعض بعد ما يضغط على الإعلان هيروح فين؟ هيروح لموقع إلكتروني ولا هيروح يملى فورمة ولا هيدخل على الواتساب؟ واخترنا برضو العميل هيعمل إيه بعد الإعلان، وبعدها وضحنا الميزانية وميعاد الحمل. النهارده بقى ميعادنا نكمل النص التاني من الأدسет. مين هيشوف الإعلان؟ العميل ده موجود فين؟ والإعلان نفسه هيظهر له فين؟ بس خلي بالك أنا مش هديك سن ولا شوية اهتمامات تحفظهم، لأن ده أسهل شرح وأسوأ خدمة ممكن أقدمها لك. أقول لك بقى حدد لي سن من كذا لكذا، وفي الاهتمامات حط لي عقارات واستثمار وذهب وياقوت ومرجان، واقفل المحاضرة والمحاضرة خلصت على كده. أول بقى ما يتطلب منك تسوق إداري تجاري محل بدل شقة مشروع سعره عالي شوية، هتيجي تقف قدام نفس الشاشة ومش هتعرف تعمل أي حاجة. خليكوا بقى معايا لأن احنا عايزين نفهم اللعبة، مش نحفظ إعدادات، مش نحفظ زراير. طيب يا عم عمرو أنت عايز مننا إيه دلوقتي؟ كل اللي أنا عايزه منك قبل ما تشوف كلمة أودينس أو جمهور تسأل نفسك سؤالين: مين يقدر يشتري الوحدة دي وليه ممكن يشتريها؟ حلو، مش فاهمين. يعني واحد معاه المقدم بتاع المشروع ودخله يسمح ان هو يكمل الاقساط، وليه ممكن يشتريها؟ يعني ايه السبب اللي يخليه يجي يشتري عندك في المشروع؟ يعني هل المشروع هيحل له مشكلة فعلا؟ طب اديني مثال. يعني واحد ساكن في مدينة نصر لكن شغله ومدرسة اولاده ناحية التجمع، فده سبب مشروعك حل له مشكلة. اما بقى في واحد معاه فلوس لكن حياته كلها في مكان بعيد، مفيش اي حاجه تشده للتجمع الخامس، يبقى عنده قدره شرائيه لكن لسه ما عرفناش بقى ليه ممكن يشتري في المشروع بتاعك. يبقى اول ما تقف عند الجمهور تسال بقى نفسك: هل احنا بنكلم اسره عايزه تنقل سكنها، ولا مستثمر عايز يحافظ على قيمه فلوسه؟ هل العميل يقدر يدفع المقدم ويكمل القسط، ولا اول ما السيلز يقول له السعر هيقول له لا شكرا يا فندم هفكر وارجع لحضرتك؟ وانت عارف وانا عارف انه مش هيرجع له تاني. يبقى الخلاصه في الجزئيه دي عشان ما نطولش فيها: شوف مين يقدر يشتري، مين عنده سبب يشتري، وبعدها هنبدا نختار الجمهور. قلمك بقى وورقتك واكتب معايا الاربع حاجات دي قبل اي حمله: نوع الوحده، سعرها ومقدمها، مين صاحب القرار، العميل موجود فين، وليه يشتري في المشروع بتاعي. لو الاربع حاجات دول مش واضحين بلاش بقى تفتح ميتا، لانك غالبا هتختار عميل غلط. هتختار العميل اللي انت رسمه في خيالك، عميل بقى راكب عربية ايه وبيركب يخوت وبيسافر فين وبيجي منين، مش العميل اللي المشروع محتاجه. قبل ما نشرح بقى الجمهور بشكل واسع لازم نبص على الزرار الاخضر ده اللي مكتوب عليه ادفانتج بلس. الزرار ده لما بيبقى مفتوح متى ممكن توري اعلاناتنا لناس غير الناس اللي احنا اخترناهم. يعني ايه؟ يعني لو انت اخترت فئة عمرية من 30 ل 55 سنة مثلا، متى بقى ممكن تروح توري الاعلان لشخص 57 سنة؟ طب ليه؟ لان هي شايفة انه ممكن يملى الفورم او يبعت رسالة واتس. طيب الزرار ده لو هو اون زي ما هو كده هيقلل الميزانية بتاعتي؟ لا، هو ممكن يوري الإعلان لناس غير اللي أنا اخترتهم بس مش هيغير رقم الميزانية اللي أنا كتبته. طيب يا سيدي إحنا هنحتاج الزرار ده إمتى؟ هنحتاجه بعدين، هنحتاجه بعد ما نجرب السن مع بعض ونجرب المكان ونشوف الاختيارات اللي احنا اخترناها كويسة ولا لأ، نشوف كم واحد ملا فورمة التسجيل، كم واحد رد على السيلز، كم واحد سمع السعر وكمل. ساعتها بقى ممكن نفتحه ونشوف هل ميتا هتجيب ناس تانية أحسن من اللي احنا اخترناهم، ولا اللي احنا اخترناهم كانوا ادق واحسن. احنا بقى في المحاضرة دي مش محتاجينه، لان احنا محتاجين نختار بنفسنا السن والمكان ونشرحهم عشان نفهمهم. عشان كده تعالوا بسرعة بقى نقفله عشان نقدر نتحكم في اختيار الجمهور ونكمل تاني. واحنا نازلين عشان نقفله هنخبط في حاجة اسمها كنترولز. يعني ايه؟
يعني لو اخترنا القاهرة الجديدة يبقى ميتا لازم تلتزم بالقاهرة الجديدة، ما تروحش بقى تجيب لي ناس من مكان تاني، وانت نازل برضه هتخبط في حاجة اسمها suggest. يعني انت بتقول لي ميتا ابدأي بالناس دي لكن مش لازم تلتزمي بيهم، لو شايفة ناس تانية ممكن تستجيب للإعلان وريهم الإعلان. خلاص الجزئية دي، تعالى بقى ننزل عشان نقفل الادفانتج بلس. انزل بقى واضغط على كلمة further limit، تقييد الوصول، وبعدين هيظهر لنا 3 اختيارات. احنا بقى هنختار رقم 3، الوصول إلى جمهور محدود. وبعدين بقى هنرجع عند السن هنا ونشيل علامة الصح من استخدامه كاقتراح. ليه؟ عشان نجبر ميتا إن هي تلتزم بالسن، وبكده نكون قفلنا توسع الجمهور والتحكم الكامل رجع لنا تاني. تعال بقى نشوف الزرار الأخضر أهو اتطفى بقى أوف. تمام؟ تمام. انت بقى هنا هتقول لي المحاضرة طولت قوي منك وانا مش فاهم كل ده عشان نقفل الزرار ده بس. طب تعالى اقول لك انا حريص على النقطة دي ليه. عشان في مواقف اتكررت كتير داخل شركات التسويق العقاري. الحملة شغالة على وحدات بتبدأ من 10 مليون جنيه، حلو كده؟ تفتح التقرير تلاقي الليدز رخيص وتلاقي العدد حلو قوي والميديا باير داخل الاجتماع مبسوط جدا، الحملة نجحت، الحملة كسرت الدنيا، والسيلز بقى قاعد مكشر. مالك يا عم؟ حصل ايه؟ في ايه؟ تلاقي المبيعات بترد وتقول لك والله كل الناس اللي اتصلت بتقول لك احنا عايزين مقدم من اول 100 150 الف جنيه. السؤال بقى، هل الحملة جابت ناس مهتمة بالعقار؟ اه جابت، لكن جزء كبير منهم مش جاهز للسعر اللي احنا بنبيع بيه يا جماعة. يبقى الكامبين هنا حققت الهدف بتاع الماركتير لكن وقعت السيلز لانها جابت له عميل بعيد عن سعر الوحدة. علشان كده ما اقدرش احكم على الادفانتج بلس بسعر الليد. اسأل بقى مين رد على الاستفسار، مين سمع السعر وقال مناسب، مين كان معاه المقدم، مين حجز معاينة. ساعتها تعرف اذا كان الميزة دي الادفانتج حلوة ولا وحشة. تعالوا بقى ننزل على اللوكيشن. لما نيجي نفتح اللوكيشن هنا هنلاقي اول حاجة ايه؟ ايجيبت. طيب تمام، حلو. قدامي هنا مصر اهي، واسهل حاجه دلوقتي هتقول لي المشروع في مصر والعميل مصري، يبقى لازم نختار مصر كلها. وهتشغل بقى مخك معايا وتقول لي المشروع في التجمع يبقى لازم نستهدف التجمع كمان. بس استنى، لو انت استهدفت سكان التجمع بس، مين بقى هيشوف الاعلان من الناس اللي عايزه تنقل التجمع؟ احنا كده قفلنا الباب على الناس اللي ساكنه جوه التجمع وناسين اللي جاي من بره. سؤال تاني برضو، لو انت الميزانيه بتاعتك اليوميه من 500 جنيه ل 750 جنيه والمشروع في التجمع الخامس، هل بقى اوزع الميزانيه دي على مصر كلها من اول يوم؟ تاني، انا مش بدور على اي حد معاه فلوس. مين بقى فاكر ولا نسيته؟ انا بدور على حد معاه فلوس وعنده سبب يشتري عندي في المشروع بتاعي. زي ايه ولا نسينا؟ زي واحد معاه المقدم وشغله واولاده ناحيه التجمع او قريبين من التجمع، ده عنده القدره وعنده سبب يخليه ينقل ويسكن في المشروع بتاعي في قلب التجمع. لكن لو واحد بقى معاه المقدم وحياته كلها وشغله وبيته في اسكندريه، بنسبه كبيره جدا هيبقى الهدف بتاعه استثماري. ممكن يشتري طبعا، لكن انا لسه ما عنديش سبب واضح يقول ان ده اول شخص ابدا بيه. طيب ما تيجي نطبق على وحده سكنيه في مشروع في التجمع الخامس سعرها بيبدا من كام؟ من 10 مليون جنيه. قبل بقى ما نفتح الخريطه نسال نفسنا كام سؤال. هو شرط يبقى من جوه التجمع بس ولا ممكن من بره التجمع؟ هل هو عايز مساحه اكبر من الوحده السكنيه اللي هو عايش فيها؟ عايز ينقل مثلا من عماره الكومباوند اولاده في مدرسه او في جامعه في المنطقه دي؟ عايز يشتري لابنه او لبنته مثلا عشان يبقى قريب منه؟ ولا الشخص ده داخل استثمار شايف ان الاسعار ممكن تزيد وان الوحده ممكن تتاجر بعد كده بعائد مجدي؟ لما تعرف بقى وتتخيل السبب اللي ممكن العميل يشتري عشانه هتعرف تدور على العميل فين. طيب عشان نشتغل على الخريطه صح، ادينا مثال. مثلا هنقول ناس عايزه تشتري في التجمع الخامس، انا هقسمهم مثلا منطقتين. مناطق قريبه من شرق القاهره زي ايه؟ زي الرحاب ومدينتي والشروق. حلو كده؟ حلو. العميل هناك مش محتاج اشرح له شرق القاهره من اول وجديد، هو عارف الطرق والخدمات والمشروعات اللي موجوده، ولكن ممكن يكون عايز يتوسع او ينقل لسكن احسن او يشتري لحد من اولاده عشان يبقى قريب منه. المجموعه الثانيه هي مناطق ممكن يجي منها حد يشتري في شرق القاهره برضه. زي ايه؟
زي مصر الجديدة، زي مدينة نصر، زي المعادي. يعني ناس ساكنة خارج منطقة المشروع. بالظبط كده. بس خلي بالك، شغلهم، تعليمهم، أولادهم، حياتهم مرتبطين بشرق القاهرة. زي مثلا أشخاص ساكنين في مدينة نصر بس شغلهم ومدارس أولادهم موجودين في التجمع. هو ده بقى السبب يا عم عمرو. أيوه، هو ده السبب. لأن الشخص ده ممكن يشوف إن الانتقال للتجمع الخامس هيريحه هو وأسرته من مشوار كل يوم. ينقوا وحدة سكنية جنب المدرسة، ياخدوا وحدة سكنية جنب الجامعة، ياخدوا وحدة سكنية جنب الشغل. بس بقى اوعى تمسك ورقة وقلم دلوقتي وتقول لي تمام، الله ينور، انا كده اي مشروع في التجمع الخامس وانا مغمض هحط الرحاب ومدينتي ومدينة نصر. اقول لك لا يا حبيبي، احنا كده رجعنا نحفظ تاني. الاسماء دي مجرد امثلة، انا بشغل لك عقلك، انا بديك مثال. يعني ما تختارش مدينة نصر لمجرد انك حافظ اسمها، اختارها لان في سبب واضح لاختيارها. انا سامع واحد دلوقتي بيقول لي طيب وزايد واكتوبر مش ممنوعين؟ ما فيش بيننا وبينهم حاجه لا سمح الله، لكن لو الميزانيه محدوده مش هيبقوا هم اول اختبار عندي، اول ناس ابدا بيهم. لان العميل اللي اختار غرب القاهره قدام منه بدايل كتير، فلازم اعرف بقى لو هيعدي لشرق القاهره هيجي عشان ايه؟ عشان شغل، عشان جامعه، عشان فرق سعر، عشان فرصه استثماريه. لو انت بقى ماركتير ولسه داخل شركه جديده، بص بقى على العملاء اللي كانوا موجودين قبل كده، هل فيهم من زايد واكتوبر؟ هل اشتروا فعلا في مشروعات الشركه؟ اعمل لهم بقى اد ست خاصه بيهم كنوع من الاختبار. لكن لو ما عنديش عميل سابق ولا سبب واضح يخليهم يجوا من الغرب للشرق، خلاص ما تختارش بقى زايد واكتوبر عشان هم عندهم قدره شرائيه. احنا قلنا القدره لوحدها مش هتغني، لازم قدرة ولازم سبب. طيب هل نفس الكلام ينفع على شاليه في الساحل؟ هقول لك لا. انا مش هعمل بقى دايرة حوالين الساحل واستنى العميل يكون قاعد على البحر عشان يشوف الاعلان. المشتري ممكن يكون في القاهرة، ممكن يكون في اسكندرية، ممكن يكون في الخليج، ممكن يشوف الاعلان وهو قاعد في بيته. طيب ده بالنسبة للمحافظات. طيب احنا عندنا ناس عندها قدرة شرائية في مصر، وعندنا مصريين عايشين في الامارات والسعوديه بره. هل احطهم في اد ست واحده؟ لا. لو عايز اعرف كل بلد جابت ايه، الافضل ان انا افصل. ليه؟ لان العميل في مدينه نصر مش هو المصري المقيم في دبي. على سبيل المثال، المصري اللي في دبي ممكن يكون بيفكر في استثمار او بيشتري لحد من اسرته. ميعاد الاتصال بيه هيبقى مختلف، طريقة الرد عليه هتبقى مختلفة، اعتراضاته حتى هتبقى مختلفة. ولو جمعت بقى البلدين مع بعض، متى ممكن تودي جزء كبير من الميزانية بتاعتك للبلد اللي بتجيب ليد أرخص. يبقى الصح إن أنت تعمل اد سيت لمصر واد سيت منفصلة للإمارات. طيب أنت بتقترح عليا بما إننا لسه جوه التجمع الخامس أعمل إيه؟ لو الميزانية بتاعتك 750 أو 1000 أو 1500 جنيه، اقترح عليك تبدا بمنطقتين ثلاثه عندهم سبب واضح ان هم يشتروا في مشروع، زي مثلا الرحاب ومدينتي وخد معاهم مصر الجديده، او الرحاب ومدينتي وخد معاهم مدينه نصر. بس خلي بالك انت كده ما اختبرتش حاجه، انت وزعت الفلوس على الثلاث مناطق. تعالوا هنا مثلا ناخد حاجه بسيطه خالص في الخريطه ونبص. لو اخترنا كل المناطق يبقى الاعلان ممكن يظهر في اي مكان جوه مصر، مدينه او قريه او محافظه. مش منطقي طبعا ان انا اعمل الاعلان في 42 مدينه. فلنفترض دلوقتي ان انا عايز استهدف بقى القاهره، هكتب كايرو، هنزل الاقيه حط دروب ان فين؟ على كايرو. تمام. طيب انا بعد ما كتبت بقى كايرو، ظهر لي الدروب ان على منطقه القاهره. هنا بقى متى بتسألك عايز مدينة القاهرة بس ولا القاهرة والمدن اللي حواليها؟ أول اختيار ده يعني الإعلان هيظهر داخل حدود مدينة القاهرة فقط. تاني اختيار يعني القاهرة ومعاها المدن القريبة اللي جوه الدايرة. طب رقم 25 ده معناه إيه؟ معناه إن الدايرة دي ممتدة 25 ميل حوالين القاهرة، يعني حوالي 40 كيلو. طيب لو عايز اخد معاها بقى اسكندريه، عادي بكتب اسكندريه اهو، ادي اسكندريه ربنا هينزل اهو. طيب لو عايز الغي القاهره، ريموف اهو القاهره، يبقى عندي اسكندريه. لو عايز ارجع اخد القاهره تاني بس مش عايز اكتب اسمها، تعالى ناخد نيو كايرو. طب دي ناخدها نكتبها هنا، ممكن تكتبها هنا وممكن تاخد الدروب بين كده وتنزل على نيو كايرو وتروح جاي حاطط البن بتاعك. طب عايز اشيل اكتوبر، تعال نشيل اكتوبر. فين اكتوبر؟
أهو 6 أكتوبر أهي. طب أنا عايز 6 أكتوبر بس أنا عايز أقلل المساحة شوية، أنزل بالنيل شوية أهو، أهي نزلت المساحة شوية. طب إسكندرية أصل نص المساحة رايحة ناحية البحر فعايز أقلل المساحة شوية، أنزل إسكندرية اللي هي 10 13 تمام. طيب موضوع الخريطة مش عايزين يعني نتعمق فيه أكتر من كده، هو يا إما أنت بتكتب اسم البلد هنا تمام، يا إما بتكتب اسم المحافظة، يا إما بتنزل بالدروب بين على المكان اللي أنت عايز تستهدفه تمام. خلي بالك بقى من الحتة دي، لو العلامة دي موجودة متى ممكن تخرج بره المدن اللي احنا اخترناها، إنما لو عايزينها تلتزم بالمناطق أو المحافظات اللي احنا اخترناها نشيل علامة الصح دي، اتفقنا؟ تعالوا بقى نيجي للسن، ودي الخانة بقى اللي الناس بتحب تاخد رقمها وتمشي من كام لكام يا عمرو وتمشي. قبل ما تبص للرقم فكر في الشيك، فكر في المقدم، مين اللي يقدر يدفع المقدم، مين اللي يقدر يكمل القسط، وهل القرار في ايده، قرار الشراء في ايده. في المثال بتاعنا احنا عندنا وحدة سكنية بتبدأ من 10 مليون في التجمع، فلنفترض ان اللي معاهم 10 مليون بيبتدي سنه مثلا من 33 ل 55. حلوه الصيغه دي؟ حلو. طيب بس ما تكتبش بقى وتختار الرقم الا لما تفهم احنا جبنا الرقم ده منين، نحسبها واحده واحده. لو الوحده ب 10 مليون جنيه والمقدم 10% يبقى انت بتتكلم في مليون جنيه مقدم، ولو افترضنا ان ال 9 مليون جنيه اتقسمت بالتساوي على 8 سنين يبقى متوسط القسط في الشهر تقريبا كام؟ بنتكلم تقريبا في 94,000 جنيه. دي حسبة توضيحية، دي يعني ده مثال. ممكن نظام مشروع تاني يبقى فيه دفعات وصيانة وتوزيع مختلف للي أنا بقوله، بس أنا بضرب مثال بقول إن أنا محتاج حد يجي يدفع مليون جنيه مقدم ويقسط 94,000 جنيه في الشهر لوحدة ب 10 مليون جنيه. يبقى أنا ليه اخترت 33 سنة؟ لأن أنا قعدت أفكر فلقيت إن السن ده غالبا الشخص ده دخله بدأ يستقر، يقدر يدفع مقدم ويكمل اقساط، ده سن داخل على جواز، ده بيدور على سكن افضل، بيدور على استثمار. طب وليه اخترت 55 سنة؟ في الغالب من 50 ل 55 سنة هتلاقيه يا مدير يا صاحب شركة يا مستثمر، او اب عايز يدور لعياله، عايز يشتري شقة لعياله لابنه او لبنته. لما يبقى عندي ميزانية محدودة بجرب اقرب سن ممكن يشتري، وبعد كده ابقى اتست بقى على 27 28 اتست على 29، بس الاول باخد اقرب شريحه ممكن تشتري في السعر اللي انا عارضه. يبقى انا بختبر السن ده، ده مش قانون عقاري ان هم دول اللي معاهم الفلوس، لا ده انا بدور على الوظيفه، بدور على الاستقرار، ببص على اقرب شريحه عشان خاطر الميزانيه بتاعتي ما تروحش مني. يبقى ده مجرد تطبيق مش قاعده لكل حمله. نيجي بقى هنا للنوع، وهنا بقى هيقول لك الراجل هو اللي بيدفع، اختار راجل وخلاص. ليه؟ عشان تقلل الميزانيه. لا يا سيدي، احنا مش بنسال مين ماسك الحسابات، احنا بنسال مين بدأ البحث، مين شاف الاعلان الاول، مين بعت المشروع للطرف الثاني. للطرف الثاني ايوه، لان قرار السكن غالبا قرار اسره، في الغالب الزوجة هي اللي بتبحث وبتقول له بص المشروع ده، وبعدها الزوج يركز في السعر والاقساط، لكن الزوجة هي اللي شاورت له على المشروع. وممكن يحصل العكس عادي جدا، ولو شاليه بقى في الساحل الشمالي شكرا، ده قرار الست بنسبة 70 80%. طيب ولو وحدة إدارية، لو عيادة، لو وحدة تجارية، ده قرار الراجل بنسبة 60 70%. في الغالب لما تلاقي كومباوند عندك فيه خدمات حلوة جدا وخاصة للأطفال، هتلاقي الستات هم اللي بيبدأوا البحث والمحادثة ويطلبوا التفاصيل والخدمات، والرجالة بقى يبدأوا يركزوا في المقدم والأقساط. فخليها أقول تعالوا بينا بقى للغة. ناس كتير تختار العربية بس، طب ما احنا بنكلم مصريين يا عم، طب هو والعميل المصري اللي فاتح فيسبوك بالإنجليزي نطلعه بره الحملة يعني؟ ده ممكن يكون أحسن عميل عندك. باختصار شديد هنسيب اللغات كلها، مش هنقف بقى على باب الحملة ونسأل العميل لو سمحت الفيسبوك عندك عربي ولا إنجليزي؟ ويا سيدي لو عندك إعلان باللغة الإنجليزية موجه للأجانب ساعتها اختار اللغة اللي تناسب الإعلان بتاعك. لكن في المثال بتاعنا إحنا رايحين لعميل مصري، سواء بقى فتح حسابه بالعربي أو بالإنجليزي، إحنا عايزين نوصل له وخلاص. وصلنا للحتة اللي الناس كتير بتعتبرها سر المهنة، الاهتمامات.
عقارات، استثمارات، بيزنس، سفر، عربيات فاخرة، دهب، ياقوت، مرجان، وخلاص والحملة خلصت على كده. كده احنا عملنا بوكيه اهتمامات، بس هل الشخص ده جاهز يشتري؟ ما نعرفش. يبقى احنا نسأل نفسينا الاهتمام ده دليل شراء ولا مجرد علامة ان الشخص بيتابع الموضوع؟ يعني ايه؟ لو ميتا قالت لك ان شخص مهتم بالعقارات، ده معناه انه تابع او تفاعل مع محتوى له علاقة بالعقارات، لكن ده مش دليل انه معاه المقدم بتاعك وانه ناوي يشتري الشهر ده. خلاص اتفقنا؟ وخلي بالك في شخص بقى ممكن يكون مهندس، مصمم، ممكن يكون دكتور، صاحب شركة، ويبقى معاه المقدم وناوي يشتري، عمره ما تفاعل مع العقارات على فيسبوك. هل بقى اطلعه بره الحملة؟ اكيد لا. يبقى الاهتمام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مؤشر، عبارة عن شخص بيتابع الموضوع، بس مش دليل ان معاه فلوس، مش دليل انه هينزل يعمل معاينة. يعني هو بس بيقول لنا ان الشخص ده قريب من موضوع العقارات، لكن مفيش حاجة تثبت انه عايز يشتري عقارات الشهر ده او جاهز يتحرك دلوقتي. خلي بالك بقى ان احنا في المثال ده هنسيب الاستهداف واسع، ومش هلخبطك بتفاصيل كتير، لان المحاضرة فيها معلومات كتير. انا هضم النوع ده من الجماهير مع انواع الجماهير في المحاضرة الجاية ان شاء الله، وهنشرحها بالتفصيل. ايه بقى موضوع الشفافية ده؟ يعني بالبلدي كده الناس تعرف مين ورا الاعلان، يعني مين صاحب الاعلان، مين اللي دافع فلوسه. طب مطلوب مننا نعمل ايه هنا؟ لو ميتا طلبت اسم صاحب الاعلان او اسم اللي بيدفع، نكتب الاسم الحقيقي. طب لو ميتا ما طلبتش مننا حاجه، نسيب الخانه دي زي ما هي ونعمل لها سكيب. في المثال بتاعنا ده احنا مش محتاجين نغير اي حاجه وهنعمل لها سكيب. ننزل بقى للبليسمنت، اخر قرار الاعلان هيظهر فين. هنا بقى حد هيجي يقول لي المتعارف عليه ان انا بقفل كل حاجه وبسيب فيسبوك وانستجرام عشان اوفر في الميزانيه. اقول لك استنى، ميتا مش بتقسم الميزانيه بالتساوي على كل مكان، هي بتحاول تروح للمكان اللي متوقعه انه فيه جمهور او ناس هتملى الفورم وتكون التكلفه اقل. عشان كده ميتا بتقول لك لو سمحت سيب لي خاصيه الادفانتج شغاله، عشان يبقى عندها مساحه تستخدم اماكن ظهور اكتر وتجيب لك نتيجه اكتر. طيب انت شايف ايه؟ انا شايف ان احنا نسيب الاماكن الاساسيه شغاله ونستبعد الاودينس نتورك، يعني الاعلان اللي بيظهر داخل التطبيقات وبعض المواقع اللي هي خارج فيسبوك وانستجرام. هل معنى كده ان الاودينس نتورك وحشه؟ اقول لك لا، بس لازم اتست هنا واتست هنا. خدها بقى قاعده عامه، ما تسمعش من حد شغال على ميتا يقول لك ده صح وده غلط، لكن هي قاعده عامه، تيست اند سكيل. ابدا تست انت كل حاجه عشان تعرف ايه الحلو والوحش واللي يناسب مشروعك والمنطقه اللي المشروع فيها، سواء كان جمهور، سواء كان مكان تحويل، سواء كان بليسمنت. مفيش قاعده ثابته، مفيش قانون ثابت. ايه بقى البراند سيفتي؟ يعني حمايه اسم الشركه، وظيفتها انها تمنع اعلانات الشركه عندنا انها تظهر جنب فيديوهات مش مناسبه. يعني انا لو عندي تعليمات ان الاعلانات بتاعتنا ما تظهرش مع او جنب نوع معين من المحتوى، نقدر نمنعها من هنا. لو الشركه ما عندهاش اي طلبات، ما عندهاش اي تعليمات، سيب الاعدادات زي ما هي، اعمل لها سكيب. احنا حاليا مركزين على الجمهور والمكان، مش مركزين على اعدادات البراند. المفروض بقى تكون خرجت فاهم ايه؟ المفروض تكون خرجت فاهم ان الجمهور العقاري مش سن ومش اهتمامات. المفروض انك تكون فهمت ان اللوكيشن بيتحدد من المكان اللي ممكن يجي منه المشتري، مش من مكان المشروع لوحده. مش عشان الكومباوند في التجمع الخامس يبقى انا هتارجت التجمع الخامس بس. وفهم ان السن بيرتبط بالسعر والمقدم والقسط وصاحب القرار. وفهم برضو ان جميع الانواع، راجل او ست، اللغات، الجمهور الواسع، دي اختيارات احنا بنجربها. احنا لسه ان شاء الله مستقبلا مش هنسيب الكورس ده الا ونطبق مشروعات بعينها، نطبق حملات جوه التجمع ونطبق حملات في اكتوبر. احنا كل ده بناخد فكرة، كل ده بنبص ده عبارة عن ايه ونستخدمه ازاي. احنا لسه ما عملناش اي حاجة، لسه ما عملناش حملات. لازم تكون طلعت من المحاضرة دي فاهم ان مفيش قواعد ثابتة، مفيش قوانين، لازم تتست اند سكيل. لازم تبقى فاهم ان موضوع او خانة الاهتمامات معناه ان في شخص متابع المحتوى العقاري،
لكنه مش بيثبت ان معاه مقدم او ناوي يشتري او هينزل النهارده معين. عايزك بقى تخرج من المحاضره دي بتطبيق عملي. اختار بقى مشروع واحد عندك واكتب 5 حاجات. اكتب نوع الوحده، اكتب سعرها، مقدمها، ايه الاسباب اللي تخلي العميل يشتري عندك في المشروع، شغله قريب من المشروع، عايز يطلع من عماره الكومباوند، واكتب لي كمان 3 مناطق ممكن يجي منها المشتري، او انت بتعتقد بالدراسه والورق والقلم ان دي مناطق ينفع يجي منها حد يشتري في المشروع بتاعك. اكتب لي قدام كل منطقه سبب واضح، واكتب لي كمان سن يكون منطقي انك تستهدفه وليه اخترته، وقول لي في الاهتمامات هتسيب الجمهور واسع زي ما احنا ما سيبناه، ولا هتختار جمهور مهتم بالعقارات والسفر والاستثمار. دلوقتي بقى انا سامع حد بيقول لي يلا المحاضرة الجاية ندخل على الإعلان، إحنا كده طولنا. أقول له لا استنى يا سيدي، قبل ما ندخل على الإعلان نفسه لسه عندنا خطوة مهمة جدا في إعلانات ميتا. المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد أنواع الجماهير، هنعرف كل نوع ونستخدمه إمتى، وبعد ما نفهم أنواع الجماهير نبقى جاهزين بقى ندخل على الإعلان نفسه. أشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله.